مين فينا مش بيحب البيتزا؟ طب كم مرة حاولت تعملي بيتزا وتطلع العجينة مش أحسن حاجة؟ النهاردة بقى هقول لكم سر العجينة البيتزا الهشة الطرية زي الجاهزة بالظبط ويمكن أحسن كمان. وطبعا هنعملها بطريقة أسهل من السهولة. يلا بينا نعرف التريكس اللي بيعملوها في المطاعم عشان تبطلوا تجيبوها تاني من بره. اول حاجه قبل ما نشتغل بنشغل الفرن على درجه حراره 230. في باول كبيره بنخلط كل المقادير مع بعض، الدقيق والسكر والملح والخميره وكوبايه ميه دافيه عليها معلقه كبيره زيت. ممكن نقلبهم بايدينا وممكن نقلبهم بالعجانه زي ما تحبوا. ولما تلاقي سطح العجينه بقى ناعم هنغطيها ونسيبها في مكان دافي عشان تخمر. ونيجي بقى للصوص بتاعي العظيم، وده السر اللي بيخلي البيتزا طعمها في حته تانية، وكل الناس بتحب البيتزا بتاعتي ودايما بيطلبوها مني. في طاسة هنحط صلصة أو معجون طماطم، عليهم زيت زيتون وملح وفلفل ورشة سكر، ولما يستوي كويس هنعمل ميكس بين الريحان والزعتر بيخلي طعمها خطير الميكس ده، ونقلبهم كويس. وبعد كده هنقطع الخضار اللي هنحطه توبيك على البيتزا، فلفل، بصل، طماطم، زيت زيتون، فلفل ألوان، الخضار اللي تحبوه. نرجع بقى للعجينة بعد ما خمرت، الله بقت جميلة وطرية وناعمة. أهم حاجة ما تكونش بتلزق في ايدينا وبتمط معانا كويس. يلا بينا هنفردها في صينيه تكون مدهونه زيت، ونخرمها بالشوكه ونسيبها تاني في الصينيه ربع ساعه من غير ما نغطيها. بعد الربع ساعه دي هندهن وشها زيت خفيف وندخلها الفرن من غير حشو خالص لمده 5 دقايق. ده اسمه البري بيكنج، وده اللي بيخلي اي بيتزا جاهزه هشه وطريه. وبعد كده بنحط عليها التوبنج اللي احنا بنحبه. انا عملت واحده بالامريكان هوت دوج والتانيه كانت بالتشيكن باربيكيو. وطبعا هنغرقها جبنه، ولازم يكون نوع الجبنه كويس عشان دي اكتر حاجه بتفرق في طعم البيتزا. بعد كده هنرجع ندخلها الفرن لمده 10 دقايق ل 15 دقيقه. اول ما نلاقي القعر بتاعها بدا يبقى لونها ذهبي والجبنه ساحت بنعرف انها كده استوت، بقت بالمنظر الخطير ده وبألف هنا. شايفين الجبنه بتمط ازاي؟ زي ما احنا بنحبها بالظبط. مش قلت لكم هنعملها بطريقه اسهل من السهوله؟ ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وشير and wait for more recipes and more tricks. باي باي.